السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أكلات من زمن فات، عاملين ايه؟ أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال يا رب. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم فكرة حلوة قوي بالعلبة دي علبة جبنة برضو، ده من المطبخ يعني. العلبة زي ما انتم شايفين غسلاها برضو بكلور. أنا بغسل البلاستيك بكلور بالذات لأن الكلور بيعقمها وبيخليها نظيفة زي ما انتم شايفين كده. حتى وأنا بستخدمها برضو زي ما قلت لكم ببقى حابة إن هي تبقى ريحتها حلوة يعني. فالكلور بيبقى في الحالة دي أحسن حاجة في الغسيل. أول حاجة هشتغل بيها أنا هاخد العلبة وهاخد الغطا. أول حاجة هشتغل فيها هي الغطا بتاع العلبة. هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل فيه ايه. هجيب مسمار واسخنه زي ما انتم شايفين كده، واخد الغطا واغطي العلبة. هقول لكم ليه دلوقتي انا بغطي العلبة. عشان لما اجي افتح العلبة بالمسمار اضغط، لما اضغط ابقى بضغط في العلبة من جوه، وهفتح بالمسمار ده فتحة زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. بساوي كده، شايفين المسمار يكون سخن، ابص بيمشي لوحده المسمار اهو. واساوي كده عشان الحتة دي بقى من بره كده ما تعجزش معايا. شايفين الفتحة اللي انا فتحتها دي مش هتنفع تتفتح بالسكينة. هتسخني مسمار زي كده وتفتحي الفتحة دي بالمسمار، هتمشي المسمار كده فيها هتتفتح بسهولة خالص. الحتة دي بس المسمار اتعوج مني، فهي كده تمام. شايفين؟ طبعا لازم تكون العلبة متغطية، يعني العلبة في الغطا بتاعها عشان لما المسمار يخش ما يلسعش او ما يحرقش الحاجة اللي تحته. يعني لو انت حطيتيها كده على الترابيزة كده وجيتي تستخدمي المسمار هيحرق لك الحاجة اللي تحت. لكن انت لما هتحطيه كده في العلبة كده هيبقى المسمار ماشي في الفراغ اللي جوه العلبة. دي اول حاجة. يبقى احنا اول حاجة عملناها فتحنا العلبة زي ما انتوا شايفين، فتحنا الغطا زي ما انتوا شايفين من هنا كده. بعد كده ممكن اسويه بسكينة او انعمه يعني، وهوريكم هنعمل بقى. بعد كده بقى هنشوف احنا هنشتغل ايه بالعلبة دي. اول حاجة هنزين العلبة من بره. هنزين العلبة برضو زي ما قلنا بنزينها بالإمكانيات اللي عندنا. أنا هزينها بشرايط برضو ستان وبشرايط قطان. يعني الحاجة الموجودة عندك، عايزة تزينيها بدانتيل ماشي، عايزة تزينيها بستان اللي يعجبك. أول حاجة هعملها إن أنا هجيب المسدس بتاعي وهلزق الأول الجزء ده كده. دي أول حاجة أنا هعملها. زي ما قلنا ما تكتريش الشمع عشان بيبقى شكله مش حلو. بعد ما عملتها كده زينتها كده الحتة دي، طبعا مش هتيجي هنا لان الحتة دي اللي هنغطي بيها العلب، اللي بيتغطى بيها العلب في المكان ده يعني. بعد ما عملتها كده برضو هزينها تاني بشريط من الدانتيل الرفيع اللي انا كنت موريه لكم. الشريط ده اللي احنا بنقطعه من البتاع ده. هحط الشريط ده كده عشان يدي شكل جمالي برضو زي ما انتوا شايفين كده. كده زي ما انتوا شايفين كده. يبقى انا حطيت شريط ستان اهو، وتحته دانتيل رفيع من اللي انا كنت موريه لكم، اللي هو اللي زي ده اللي انا بقطع منه حته بحته. شايفين؟ باخد حته صغيره خالص بستخدمها، فطبعا مش مكلف خالص ورخيص. بعد كده لو في زياده هنا كده هقطعها بالطريقه دي كده. يبقى كده دي خلصت بالنسبه لايه، للجزء ده كده خلاص. بعد كده بقى هنشوف احنا هنعمل ايه في الجزء اللي تحت ده، هنزينه ازاي. هوريكم كده بالشكل ده كده.
هكملها بقى كلها بالطريقة دي وهوريها لكم. انا كده خلصتها اهي كلها. يبقى انا حطيت شريط ستان وفوق شريط دانتيل عشان يدي المنظر الجمالي ده، شايفين؟ هكملها برضو. بعد كده بقى طبعا ده الغطا بتاعها اساسي مش هنستغنى عنه. هنعمل ايه؟ الغطا اهوت احنا غطينا العلبة كده زي ما انتم شايفين كده، قفلناها كويس اهي. بعد كده هنزين الجزء اللي هو الغطا ده، نشوف كده هنزينه مع بعض ازاي. برضو يا اما استخدم الشريط القطن او الشريط الستان حسب برضو الامكانيات اللي موجودة عندك. هوريكي بقى كده انا هزينه برضو ازاي. هاجي بقى على الجزء ده ملوش دعوة بالقفلة ده، الجزء اللي فوق ده برضو هزينه بأي حاجة برضو عندك زي ما احنا قلنا، بقطان او بشريط ستان او اي حاجة. انا هعمله بده الذهبي ده، شايفين؟ وانتي بتحطي الشريط اقفلي العلبة عشان تبقي متحكمة فيها، اقفليها لان انتي بعيد عن القفل والفتح، على اساس تسندي عليها وانتي بتلزقي لانه رفيع فهيضايقك شويه. فانتي اقفلي العلبة علشان تبقى سهلة عليكي زي ما انتي شايفة كده. كده شايفين كده خلصت الجزء ده. هاجي بقى هفتح الغطا طبعا بيتفتح عادي اهو، فتحته تاني عادي. وهنشوف بقى بعد ما زينا الحرف بتاع الغطا هنزين الغطا نفسه ازاي. هجيب شرايط بقى ستان، انا هزينه بالشريط ستان ذهبي لان الشريط الاحمر كان خلص عندي، فانا هزينه بالشرايط دي كده. هزين بالشريط ده الموجود عندي حاليا، فانا هزين بيه وهوريكم هيبقى شكله ايه. طبعا الجزء ده هيتزين والجزء ده وده يعني اما الجزء اللي في النص طبعا هحاول اداريه بحاجة تانية عشان التخربيش اللي فيه ده. ودي كانت بقى علبة المناديل، علبة الجبنة حولناها زي ما انتم شايفين لعلبة مناديل. شايفين جمالها؟ لما بنفتحها طبعا بنفتحها من هنا، يعني الفتحة بتاعتها من هنا، والفتحة اللي انا فتحتها بالمسمار الطويلة دي اللي بيطلع بيها منها المناديل اهي. بصي اهي المناديل بتطلع بسهولة خالص اهو، شايفة اهو. شايفة المناديل بتطلع ازاي اهي. وزينتها طبعا من هنا بلولي اهي هنا، وزينتها برضو من هنا بلوني، وهنا ده حطيت في الحتة دي قطان مع الشريط الستان عشان كان الاحمر خلص، فانا حطيت الذهبي ده. ايه رأيكم؟ دي علبة الجبنة، شايفين شكلها جميل ازاي؟ اتمنى لو عجبتكم الفكرة بقى تدعموا القناة ومتنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.